بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقاكم لا فيديو تاع اليوم بصحة جيدة. جيتكم اليوم بوصفة بزاف بنينة، شكل راقي والمذاق تاعها ولا اروع. حاجة جد بسيطة، يعني حلوة بسيطة كامل تقدروا توجدوها وتقطع لكم كمية كبيرة، يعني ما راهيش مكلفة. بزاف هايله. هذا الكاطو خدمته بزاف العام اللي فات في طلبية العيد، وكامل اللي كومونداو عليا الكاطو كاع عجبهم، يعني كامل من بعد رجعوا طلبوا مني الوصفة. راح يكون بحلوة الترك والكاوكاو. وصفة تجي بزاف بنينة. تبعوا معايا المقادير، خلوا لي جام وتعليق كما العادة، بارطاجوها مع الأحباب والأصدقاء باش تعم الفائدة. ديروا حفظ للفيديو هكا باش كي تحتاجوا الوصفة ترجعوا ليها. تبعوا معايا الوصفة مع بعض. راح نحتاجو 250 غرام مارغرين طرية، نحتاجو حبة بيض زائد صفار وملعقتين سكر ناعم. راح نسحقو قرصة ملح، رشة تاع فانيلا، وخمس ملاعق تاع الزيت. راح يعطينا هشاشة للعجينة تاعنا، تجي تذوب في اليد هذه العجينة. راح نسحقو 150 غرام حلوة الترك. شوفوا انا باسكو دوك الكيسان تاع ام وليد تكسروا لي كامل، بقى لي غير واحد كيلت به الكاوكاو. يسمى ما قدرتش نكيل لكم بالكاس. شوفوا هذا البول تاع 26,000 هذا كامل عندكم منه. شفتوني كيفاش وريت لكم الكيل هذاك، عمروه راح يجيكم 150 غرام. فتتها كيما شفتوني وراح نخلطها بالفوي ولا بالباتور ولا ما تقدروا بيديكم. المهم تندمج لكم مليح هذيك الحلوة الترك مع المارغرين والبقية المقادير، تتحصلوا على هذا الخليط يكون كريمي. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا ضفت لها كاس تاع كاوكاو مطحون ومحمص مليح، ونزيد نخلط. وراح نزيد نضيف لها نص كاس تاع نشا. في المقادير درت لكم زوج مغارف سكر ناعم. هي في العاده ندير زوج مغارف طوفيه كراميل، بغيت نبدل عوضت الطوفيه كراميل بالسكر ناعم. تقدروا يعني تستغنوا على السكر ناعم وديروا طوفيه كراميل، تعطيكم ذوق بزاف شباب للصابلي تاعكم. هنا راني نضيف في الفارينه تدريجيا مع إضافة نص مغرفة خميرة كيميائية. كنت شفتوني درتها سبقتني الفيديو. نطم العجينة تاعي، خلوها طرية على خاطر فيها كاوكاو، الكاوكاو يشرب، يعني خلوها شوية طرية باش ما تنشف لكمش. نفتح العجينة تاعي بين 2 أكياس بلاستيكية كيما العادة، تعودتوا عليا دايما نخدم هكا بالبلاستيك ولا بالبابي كويسون باش تجيني الخدمه سهله. هنا سيو ترقوا العجينه تاعكم، يعني ما تخلوهاش خشينه على خاطر عندنا حشو في الوسط. نديروا حبه مع حبه ونزيدوا الحشو في الوسط باش الحبه تاعنا ما تجيش كبيره، وزيد راح نرمدوها في الكاوكاو. يسمى ديروا هاد الامور بعين الاعتبار باش ما تخشنوش لاباط تاعكم. طبعتها كاري، هاوليك السمك تاعها وريته لكم. تقدروا ديروا اي شكل يكون عندكم. بما انه راني درت لكم تقريبا شكل يشبه له في المدور، قلت ندير هذا كاري. فوالا نحي العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا. هنا الكيس راح يساعدكم بالبزاف. نحي الكاطو تاعي نديرو في سنيوه. هاد لاباط باش تجيه هشيشه، شوفوا تجي تذوب في اليد. شوفوا هنا لاباط اللي تبقى لي دائما نطمها غير فماك ونعاود نفتحها. قلت لكم هاد العجينه تالمون تجي طريه، يعني لو كان ما تساعفوهاش كي طيب، يعني لازم تساعفوها شويه باش ما تكسر لكمش، تالمون تجي طريه بزاف. فوالا هاي لك الكميه اللي تحصلت عليها، يعني عطاتني كميه ما شاء الله، خرجت لي 47 حبه بالضبط. 47 حبه كيما راكم تشوفوا. انا دائما الصابلي تاعي باش ما يفسدليش ما نطيبوش فم نخدمه ونخليه في السنيوات تاعو يريح واحد ربع ساعه ولا 20 مينوت باش نرجع نطيبو، الشكل تاعو يبقى على حاله. نروحوا هنا للحشو. بالنسبه للحشو درت كاس تاع حلوه الترك مع 3 كيسان تاع الكاوكاو محمص ومرحي. انا هنا الكاوكاو حمصته ورحيته، صيرته بالسيار. الرطب هو اللي راني ندير فيه في الحشو، وهذاك الخشين راح نخليه للتزيين. هنا راح نخلط الكاوكاو مع حلوه الترك مليح، راح نرحيهم في الاشوار ولا نرحوهم في الروبو حتى كيولي لكم شغل كيما لاباط، يعني يولي يتعجن معكم بهذا الشكل، يتجانس مليح. هنا ديجا بدا يتلم معايا كيما لاباط. راح نكمل نطمو بالطوفيه كراميل. هنا ضفت له مغرفه في الاول، من بعد حسيت باللي خصو شويه، زدت له مغرفه واحده اخرى، يعني زوج مغارف تاع طوفيه كراميل. لمت لي هذا الحشو ما راحش يديلكم بزاف. قلت لكم ديجا كي تبداو ديجا حمصتو مليح، كي تحمصوه مليح وترحوه يعني ثمثم يولي يتشكل معكم عجينه.
شوفوا الحشو اللي تحصلت عليه طري وسهل التشكيل. نغطيه بكيس بلاستيكي، نخليه يرتاح جانبا، ونروحوا نوجدوا التزيين تاعنا اللي هو عباره عن شوكولا درت بالحليب، ذوبت على بن ماغي، ما ضفت لها حتى اضافه ني زيت ني حتى حاجه، على خاطر دائما نقول لكم كي ديروا ترانسفير ولا ديروا في المولتة سيليكون ما تزيدوا لها والو. ندخلوا الفريجيدير حتى يجمد معايا ونخليه جانبا. نروحوا نوجدوا الحشو اللي راح نلصقوا به. عندي هنا كميه من حلوى الترك حوالي 2 مغارف ماشي بزاف، راح ندير لها الكونفيتور تاع المشماش ونخلط بهذا الشكل بالفرشيطه حتى يولي لي كريمه شغل. هاد لا كريم تجي بزاف بنينه. تقدروا مام الا ما درتوش هذاك الحشو اللي درناه تقدروا هذا تلصقوا به حبه مع حبه لي صابلي تاعكم يجوا بزاف بنان. هذا الحشو انا مالفه نديرو في لي صابلي يعني صراحه يجي بزاف بنين، ولكن انا هنا راني راح نعتمدوا باش نكولي به الحشو مع الصابلي. نخليه جانبا ونروح نجيبوا الحشو تاعنا. دائما نفتحوا بين 2 اكياس بلاستيكيه باش تجينا الخدمه نقيه وسهله. وبيان سور الصابلي تاعي عفوا نكون طيبته وخليته برد، طيبته دوغي باش يجيكم بنين، على خاطر فيه كاوكاو باش يجيكم طيبوه دوغي مليح باش يجيكم بنين. فوالا نفتح الحشو نتاعي ونطبع بنفس الطابع اللي طبعت به الكاطو، الصابلي نفس الطابع اللي طبعت به. فوالا شوفوا كيفاش طيبته دوغي. وهنا نجيب هذاك اللي الحشو اللي كنا درناه بالبانسو، نلصق الحشو هذاك مع الصابلي نتاعي، يعني الطريقه راهي واضحه في الفيديو. الحشو تقدروا تموديفيو فيه، يعني تقدروا تضيفوا قطايف محمصين يعطوكم قرماشه، تقدروا تضيفوا بيسكوي مع الكاوكاو، ما ديروش غير كاوكاو وحده، يعني تقدروا تبدلوا في الوصفه. انا وطيت لكم طريقتي وانتم تقدروا تموديفيو فيها. نكمل كاع بنفس الطريقه. بالنسبه لكميه الحشو جاتني قيس قيس مع كميه الصابلي. كميه الصابلي خرجت لي 47 حبه بالضبط، وكميه الحشو خرجت لي 46 حبه، وديجا كانت حبه تاع الصابلي 2 حبات تكسروا لي مع بعضهم، يتسمى الحشو هذا جاني قيس قيس. فوالا نكمل كاع نطبعوا بنفس الطريقه الحشو تاعنا ونكملوه. من بعد نروحوا نديروا التزيين. نفس الكريمه اللي درناها بحلوه الترك والكونفيتور راح نفوتوا كامل بالبانسو على الاطراف تاع الحبات تاعنا، ونزيدوا على الوجه ونرمدوها في الكاوكاو خشين كيما قلت لكم. صيرتوا الخشين خليتوه للتزيين، والرقيق هذاك هو اللي درتوه في الحشو. هنا نسيي نسقم بيدي باش ما يجيش مشنتف منهم لهيه وتجي الحبه تاعي مفينيه. فوالا هاوليك الشكل تاعها. تقدروا اللي ما يبغوش الكاوكاو كيما نراه تروحوا تقلاصوه بالشوكولا. بالشوكولا الثاني يجي بزاف بنين. انا فقط بغيت نغير على خاطر كاين بزاف في لي كومونتير يقولوا لي ديري لنا كاطو من غير الشيكولا، يعني بدلوا شويه على الشوكولا. سي بوغ سا درت لكم بالكاوكاو. سينون تقدروا اللي عشاق الشوكولا تقدروا ما ديروش كاوكاو تروحوا تقلاصوه مباشره بالشوكولا، ولا اقتراح ثاني ديروا نص بالشوكولا، يعني الحبه تجي نصها بالشوكولا ونصها بالكاوكاو كيما هذاك التشارك اللي نديروا نصو كاوكاو ونص شيكولا، ثاني يجي بزاف جباب. انا اخر لحظه بغيت نديرو لكم هكا، ومن بعد قلت معليش خلي نديروه لكم كاع هكا كاوكاو كيما مالفه نديرو. فوالا نكمل كاع الكاطو تاعي بنفس الطريقه باش نروح نديرلو التزيين. فوالا يعني حلوه بزاف سهله، يعني ترفدوها في نهاركم ترفدوها. جبت هنا الشوكولا ذوبتها، ندير شويه فوق الكاطو تاعي ونلصق هذيك الشيكولا اللي كنا جبدناها من الفريجيدار. فوالا التزيين هنا تقدروا ديروه بتزيين فيريرو روشي. انا العام اللي فات درتو في الطلبيات درتو بالتزيين تاع الفيريرو روشي جا بزاف هايل، ولا تقدروا ديروه باي شكل تفضلوه، يعني التزيين ما تتقيدوش على حساب الجود تاعكم. فوالا هاوليك الشكل تاعو شحال جا شباب. وهذاك الفراغ اللي في الوسط انا هنا كان عندي بيبيت شوكولا عمرته بلي بيبيت شوكولا، ولا تقدروا ديروا شوكولا بايتي ولا شوكولا كالبو فانجي شابه، يعني التزيين يبقى اختياري. تقدروا تخلوها فارغه وديروا لها ورقه ذهب. كانت هذه الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. بارطاجوها مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. ما تنساوش خلوا لي جيم وتعليق، وانا هنا ما بقى لي غير نقول دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه في فيديو مقبل ان شاء الله.